السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا عاملين ايه يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا ان شاء الله عاملين محاضرة في الفصل الرابع، الجزء الثاني من الفصل الرابع. المفروض الجزء الاول من الفصل الرابع بدأنا فيه القصة بتاعت الثورة بتاعت 1919، وطبعا في مقدمات قبل الثورة اتكلمنا ايه اللي حصل عندنا في مصر يعتبر قبل الحرب العالمية الأولى ما تقوم، وايه اللي حصل أثناء الحرب العالمية الأولى، وايه اللي حصل بعد الحرب العالميه الاولى. بعد كده يا شباب اتكلمنا عن مقدمات ثوره 1919 واحداثها ونتائجها، وبدانا كمان المفاوضات بين انجلترا ومصر، واتكلمنا عن حاجه كده وجزئيه منها مفاوضات سعد ميلنر وازاي ان هي فشلت وانتهت بعد كده بنفي سعد زغلول تاني. وبعد كده كمان اتكلمنا عن تصريح 28 فبراير، واتكلمنا كمان عن دستور 1923. النهارده بقى هنكمل بعد دستور 1923. يبقى كده عشان نربط الاحداث مع بعض الاول كده يا شباب، نعرف بس الاول كده مع بعضنا. يبقى كده المصريين تقدموا شويه خطوات كده في احداثهم او في صراعهم واستقلالهم من انجلترا. الاول كده يا شباب حصل تصريح 28 فبراير 1922. التصريح ده اولا انجلترا زي ما انت عارف كده، المفروض مذاكر الجزء القديم قبل ما تبدا في الجديد، كانت انجلترا خلاص بدات توافق على استقلال مصر، بس قلنا استقلال سوري بسبب وجود حاجه اسمها التحفظات الاربعه. بس في النهايه التصريح ادى ميزه لمصر ان اصبح من حقنا نعمل دستور، وبالفعل يا شباب عملنا دستور سنه كام يا جماعه؟ 1923. النهارده بقى هنبدا بعد الدستور هنعمل انتخابات عشان نختار مين اللي يشكل الوزارة الجديدة. الانتخابات اللي هنعملها هيفوز بيها حزب اسمه حزب ايه يا جماعة؟ الوفد. طبعا كلنا عارفين اللي برئاسة مين يا شباب؟ برئاسة سعد زغلول. هيكسب الانتخابات بنسبة 90% من الأصوات، فعشان كده بيسموا حزب الوفد في المرحلة دي حزب الأغلبية. ليه يا شباب؟ علشان هو اللي كسب أعلى نسبة من الأصوات وهيشكل الوزارة الجديدة. ويلا بينا بقى نخش في تفاصيلنا الجديدة النهاردة. وزارة الشعب، وزارة سعد زغلول. ركز معايا كده يا باشا قوي النهاردة، علشان أحداث كتيرة جدا مهمة في الفصل الرابع هنعرفها النهاردة كده مع بعض. أساتذة، أنا من وجهة نظري كتير جدا وبقولها لطلابي، أقوى شغل عندنا في التاريخ هو في الفصل الثالث والفصل الكام يا جماعة؟ والفصل الرابع. دول أقوى فصلين فيهم أحداث وفيهم دايما تطورات. فتعالوا نقول كده بسم الله ونبدأ مع بعض بأول قصة هي النهاردة، وهي وزارة الشعب، وزارة سعد زغلول. تعالوا نتكلم النهاردة عن وزارة مين يا شباب؟ عن وزارة سعد زغلول. قلنا المصريين عملوا دستور 1923، والدستور ده ادى حق للمصريين ان هم يعملوا ايه يا شباب؟ ان هم يكون عندهم انتخابات يعملوا بيها مجلس النواب. فشباب كده اتعمل دستور 1923 وهنعمل الانتخابات وهيفوز بيها حزب الوفد. ويلا بينا بقى نبدا ونتكلم ايه اللي عمله سعد زغلول. سعد زغلول على فكره ما مسكش الوزاره كتير، مسك الوزاره فتره قصيره جدا، ودي خد بالك تعتبر اول وزاره برلمانيه عندنا في مصر. بيسموها اول وزاره برلمانيه. ليه؟ عشان اول مره وزاره تيجي عن طريق الانتخابات، مش جايه باختيار الملك او الحاكم، لا جايه عن طريق ايه يا شباب؟ عن طريق الانتخابات. برضه عشان تفتكر معايا، احنا مين كده يا جماعه يعتبر اخر ملك واقفين عنده بيحكم مصر دلوقتي؟ هو الملك فؤاد. ده اخر حاجه احنا واقفين عندها. يبقى كده اصبح عندنا ملك دلوقتي هو الملك فؤاد. مين رئيس الوزراء اللي موجود دلوقتي حضرتك؟ سعد زغلول. وزاره سعد زغلول دي هتعمل الكثير من الانجازات، سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي. تعال نعرف مع بعض يا ترى مستر سعد زغلول ايه اهم الانجازات اللي عملها. اولا شباب اقتصاديا، فصل العمله المصريه عن العمله البريطانيه. كلنا فاكرين وعارفين في الفصل الثالث كنا قلنا انجلترا كده انشأت بنك اسمه البنك الايه يا جماعه؟ البنك الاهلي. عايزين نربط الاحداث كده مع بعض طول ما احنا شغالين. طول ما انت شغال في الجديد اربط مع القديم عشان ما تنساش وتعرف تفهم المعلومه ادق واكتر. البنك الاهلي لو تفتكر قلنا
ان هو كان ربط العمله المصريه مع العمله الانجليزيه. جه سعد زغلول فصل العمله المصريه عن العمله الانجليزيه، وده يعتبر استقلال اقتصادي. استقلال ايه يا جماعه؟ استقلال اقتصادي. كمان يبقى كده يقول لك سعد زغلول من انجازاته تتناقض مع مين؟ تتناقض مع البنك الاهلي. تخليص الاقتصاد المصري من السيطره الاجنبيه. طبعا شفنا سياسه انجلترا لما احتلت مصر سيطرت اقتصاديا على كل حاجه عندنا في مصر. سعد زغلول بقى بيفكر ازاي يخلي المصريين يستقلوا اقتصاديا عن الانجليز او الاجانب بصفه عامه. الحاجه الثالثه، بيع اكبر جزء من اراضي الحكومه لصغار المزارعين. ابتدى سعد زغلول يدي جزء من اراضي الدوله للفلاحين، وده برضه يعتبر انجاز من انجازات وزاره سعد زغلول. يبقى اقتصاديا عمل يا شباب سعد زغلول؟ فصل العمله المصريه عن العمله الانجليزيه. كمان خلص الاقتصاد المصري من السيطره الاجنبيه، وكمان ادى بعض اراضي الحكومه لصغار المزارعين. لسه مكملين برضو في انجازات وزاره سعد زغلول وزاره الشعب 1924. في انجازات اجتماعيه اللي هي مستر او تعليميه تحديدا، زياده ميزانيه وزاره المعارف. وزاره المعارف يا دكاتره اللي هي وزاره التربيه والتعليم دلوقتي، عمل سعد زغلول صرف اكتر على التعليم واهتم بالتعليم. وضع مشروع قانون التعليم الاجباري للبنين والايه يا جماعه؟ والبنات. طب اللي بيعمله سعد زغلول ده بيتناقض مع مين؟ مع اللي عمله دانلوب. كلنا فاكرين في الفصل الثالث دانلوب ده هو مين؟ راجع معايا كده وافتكر، المستشار المالي الانجليزي اللي وضع سياسه تعليميه. كان عمل ايه دانلوب او انجلترا لما احتلت مصر؟ انجلترا لما احتلت مصر يا شباب خلت التعليم بمصروفات عاليه، فكانت النتيجه اقتصر التعليم على فئه قليله. جه سعد زغلول بقى غير الكلام ده، رجع اهتم تاني بالتعليم، عمل تعليم اجباري يعني برضه بالمجان للبنين والبنات. يبقى اللي عمله سعد زغلول بيتناقض مع سياسه دانلوب المستشار الانجليزي عندنا في مصر. طب سعد زغلول لما يهتم كده شاب بتعليم البنين والبنات بيفكرك بمين؟ اسمع كده الناس الشاطره يا مستر، بيفكرني بالخديوي اسماعيل. فاكر الخديوي اسماعيل؟ كان اهتم بالتعليم، وهو اول من اهتم بتعليم البنات، وكان عمل الجمعيه الجغرافيه او الجمعيه الاسلاميه. الجمعيه الخيريه الاسلاميه كان الهدف منها برضه تعليم البنين والبنات. يبقى كده اتكلمنا سعد زغلول يا شباب عمل اقتصاديا واجتماعيا. تعال نتكلم كمان سياسيا. عمل سعد زغلول يا شباب من الناحيه السياسيه. يقول لحضرتك كده صبغ الاداره المصريه بالصبغه المصريه عن طريق احلال الموظفين المصريين محل الاجانب، اللي احنا كنا شباب بنسميها سياسه التمصير. بنسميها سياسه يا شباب؟ سياسه التمصير. يعني ايه يا مستر التمصير؟ عكس سياسه النجلزه. كلنا فاكرين لما انجلترا احتلت مصر كانت تبعت سياسه اسمها سياسه الايه؟ النجلزه. يعني ايه يا شباب النجلزه؟ الناس تفكرني كده في الفصل الثالث في القانون الاساسي، صبغ الاداره المصريه بالصبغه الانجليزيه. ما هو بص شباب، التاريخ ماده متصله كلها الاحداث ببعضها، لازم اكون فاهم القديم عشان اقدر افهم الجديد. فانت مذاكر في الفصل الثالث ان انجلترا لما احتلت مصر عملت حاجه اسمها سياسه النجلزه. يعني ايه يا مستر النجلزه؟ ان هم سيطروا على كل المناصب الكبرى في مصر، كل المناصب الكبرى تبقى في ايد الانجليز. جه سعد زغلول عكس الكلام ده، شال الانجليز وحط مكانهم مصريين. طب الناس شاطره تفكرني، الحركه دي اللي بيعملها سعد زغلول مين عملها قبل كده في الفصل الثالث؟ المعتمد البريطاني اللي كان اسمه يا شباب جورست. فاكر جورست اللي مسك بعد كرومر؟ قلنا عمل ايه؟ كان عمل الحركه دي، بدأ يخلي المصريين تدريجيا يمسكوا الوظائف بدل من الانجليز. يبقى سعد زغلول تشابه مع جورست في ايه؟ الاتنين يا شباب كانوا عملوا سياسه التمصير. ممكن يربطها لك مع الفصل الاول مع نابليون. نابليون اول ما نطبق سياسه التمصير، فاكر نابليون؟ قلنا عنه ان هو عمل ايه؟
شال القضاة الاتراك وعين قضاة مصريين. طب اللي بيعمله سعد زغلول ده عكس مين؟ عكس مثلا دافرين بتاع القانون الاساسي، عكس مثلا كيتشينر اللي عمل سياسه القبضه الحديديه ورجع سياسه التمصير. يبقى سعد زغلول عمل سياسه بنسميها شباب سياسه التمصير. برضه يا جماعه من اعمال سعد زغلول على المستوى السياسي تشجيع الحركه الوطنيه في السودان عشان يعمل حاجه اسمها وحده مصر والسودان. يبقى سعد زغلول كان بيقود الحركه الوطنيه في مصر، وكمان كان بيشجع الحركه الوطنيه في السودان عشان ننفصل احنا كمصر والسودان عن انجلترا، بنسميها وحده وادي النيل. وجابها قبل كده سؤال في الامتحان. اللي بيعمله سعد زغلول ده شبه مين؟ شبه حضرتك اللي كان بيعمله محمد علي. قلنا محمد علي كان عنده رغبه برضه في حاجه اسمها وحده وادي النيل لما كان عنده رغبه بعد ما حكم مصر في ضم السودان. دي كلها حاجات عملها سعد زغلول بعد ما اصبح رئيس وزراء مصر وشكل وزاره. يبقى اقتصاديا فصل العمله المصريه عن العمله البريطانيه يا شباب. قلنا كمان ادى جزء من اراضي الدوله لصغار الفلاحين. اجتماعيا او تعليميا زود ميزانيه وزاره المعارف، وضع مشروع قانون التعليم الاجباري للبنين والبنات. قلنا كمان عمل سياسه اسمها سياسه تمصير، وعمل حاجه اسمها شباب وحده وادي النيل اللي هي مصر والسودان. اكتر حاجه ضايقت انجلترا في الحوار ده موضوع ان هو شجع الحركه الوطنيه في السودان. ده هيضايق انجلترا جدا. ده انجازات وزاره الشعب، وزاره سعد زغلول. فهنشوف كده يا جماعه بعض مناطق التعلم الخاصه بوزاره بوزاره سعد زغلول. نشوف كده بيقول لك ايه. هدف وزاره الشعب، وزاره الشعب يا جماعه اللي هي وزاره سعد زغلول، تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال مواجهه اثار البيوع الجبريه. الناس الشاطره عارفه معنى الكلمه دي في الفصل الثالث. بيوع الجبريه يعني ايه يا مستر؟ لما كان الاجانب بيدوا اراضي للمصريين، مش بيدوهم اراضي، كان الشركات الاجنبيه بتستصلح اراضي زراعيه عندنا في مصر وبتديها للفلاحين بنظام التقسيط. تمام؟ ساعتها كان ايه اللي بيحصل؟ اي فلاح يعجز عن سداد الديون اللي عليه او القسط اللي عليه، الشركات الاجنبيه بتاخد الارض بتاعته، اسمها بيوع جبريه. جه سعد زغلول بقى ادى للفلاحين اراضي جديده. وزاره سعد زغلول مشيت وقلنا تشابهت مع مين؟ مع جوريست المعتمد البريطاني في احداث تغيرات على الجهاز الاداري اللي هو سياسه التمصير. قلنا واحنا شغالين ان كده سعد زغلول شبه جوريست في حاجه اسمها سياسه التمصير. انجلترا كانت متضايقه ليه يا مستر من وزاره الشعب؟ قال لك على حرصها على وحده وادي النيل. وادي النيل مقصود بها مين يا دكاتره؟ مصر والسودان. النتيجه برضو الاخيره، وده جه في الامتحان قبل كده بتاع الثانويه العامه سؤال على فكره. سعد زغلول كده متشابه مع محمد علي في الحفاظ على وحده وادي النيل. كده اتكلمنا عن اول جزئيه وهي وزاره سعد زغلول. تعال نتكلم بعد كده محترمين عن مفاوضات سعد ماكدونالد. سعد زغلول خلاص اصبح رسميا رئيس وزراء مصر. عمل مفاوضات مع انجلترا. مين ماكدونالد يا مستر؟ رئيس وزراء انجلترا. قعد مع سعد زغلول سنة 1924 عشان يعملوا أول مفاوضات في ظل الحكم الدستوري. قبل كده سعد زغلول عمل مفاوضات مع ميلنر، بس سعد زغلول كان مجرد رئيس لحزب الوفد، ما كانش ليه صفة أو منصب رسمي، هو كان جمع التوكيلات فأصبح هو اللي بيتكلم باسم المصريين. لكن النهارده سعد زغلول يا شباب أصبح عنده منصب رئيس وزراء مصر. عمل إيه يا مستر سعد زغلول؟ قعد مع ماكدونالد عشان نتفاوض بشأن استقلال مصر. سعد زغلول زي ما عمل مع ميلنر راجل واضح وصريح بيطالب باستقلال مصر داخليا وخارجيا. لكن الانجليز يا جماعه كالعاده، وهنشوف الكلام ده برضه في الفصل الخامس والسادس، دايما المستعمر بيقعد يحور ويقعد يلف ويدور. هو مش عايز يديك استقلال، بس بيقعد يلف ويدور في الكلام. لكن طبعا المفاوضات هتفشل. هتفشل ليه؟ انجلترا عندها اصرار في التدخل في شؤون مصر الداخليه. انجلترا كمان عندها اصرار على السيطره على سياسه مصر الخارجيه، وبتقول للمصريين
انا ممكن انسحب من كل مصر ما عدا منطقه القناه اللي هي قناه طبعا الايه؟ السويس. عايزه انجلترا تفضل قاعده فيها. طبعا الكلام اللي بيقوله ماكدونالد لسعد زغلول شبه الكلام اللي كان بيقوله ميلنر لسعد زغلول. عمر ما ده يا شباب هيبقى استقلال. ده زي ما بنسميه كده استقلال سوري، حاجه كده منظر ملهاش اي قيمه، لان كده الناس دي بتشتغلنا. اسمه استقلال سوري. فاللي بيحصل في مولد سعد ماكدونالد شبه تصريح 28 فبراير، شبه مفاوضات سعد ميلنر، كلها اسمها استقلال سوري مش استقلال حقيقي. وعشان كده سعد زغلول بيرفض الكلام بتاع ماكدونالد. في مجموعه من الشباب المصريين مش عاجبهم اللي انجلترا بتعمله معانا، وحاولوا ان هم يخدموا مصر، لكن للاسف هم عملوا حاجه في الظاهر ومن وجهه نظرهم ان هي بتخدم مصر، لكن هي عملت كارثه عندنا في مصر. ايه الحاجه دي يا مستر؟ اغتيال السير ليستاك القائد الانجليزي للجيش عندنا في مصر. احنا قلنا انجلترا في اول الفصل خالص، في اول الفصل الثالث، اول ما انجلترا قلنا احتلت مصر عملت ايه يا شباب؟ قلنا حلت الجيش المصري وعملت جيش جديد بس بقياده انجليزيه. السردار او السير ليستاك ده الايه؟ القائد الانجليزي للجيش المصري. تم اغتياله، مجموعه من المصريين قتلوه. قال لك هم قتلوه في الظاهر ان هم بيعملوا عمل وطني، لكن هيحصل كارثه وهي استقاله وزاره سعد زغلول. هنشوف ايه اللي حصل بالفعل. بس تعال نتكلم عن ابرز نواتج التعلم الخاصه بمفاوضات سعد ماكدونالد. بيقول لك فشلت اول مفاوضات الحكم الدستوري. لما يقول لك الكلمه دي مفاوضات الحكم الدستوري، انت عارف هو بيكلمك عن مفاوضات سعد ماكدونالد في الحكم الدستوري. يعني سعد زغلول عامله اولا دستور 23، وسعد زغلول المره دي بيتكلم بصفه ايه؟ رسميه ان هو رئيس وزراء مصر. فشلت ليه؟ قلنا عشان انجلترا مصممه تتدخل في سياستنا الايه يا جماعه؟ الخارجيه. وبرضو النقطه الثانيه بتتكلم عن برضو نفس المفاوضات، مفاوضات سعد ماكدونالد. فشلت ليه يا مستر؟ عشان انجلترا عندها رغبه في السيطره على الممرات الملاحيه، اللي هي المقصود بيها مين يا شباب؟ مقصود بيها مستر قناه السويس. ماكدونالد دول سعد زغلول احنا ممكن نديكوا الاستقلال بس نفضل قاعدين في منطقه قناه السويس. كده زي ما قلت لك من شويه، سواء تصريح 28 فبراير، مفاوضات سعد ميلنر، مفاوضات سعد ماكدونالد، المشترك بينهم كلهم يا شباب انتقاص السياده المصريه. استقلال سوري، منظر ملوش اي قيمه خالص يا شباب. طب تعالى نشوف ايه اللي حصل يا مستر بعد اغتيال السير ليستاك. قلت لك بعض المصريين الوطنيين هم على فكره بيعملوا كده بدافع وطني، بس النتائج كانت كارثيه على مصر. قاموا باغتيال السير ليستاك. انجلترا ما سكتتش، وبعت انجلترا انذار شديد اللهجه لحكومه سعد زغلول. عايزه ايه انجلترا بقى؟ بتقول لها بقى عقابا ليكم عشان انتوا قتلتوا السير ليستاك، اولا دفع تعويض $500,000، وكمان بالمره كده في وسط الزيطه سحب الجيش المصري منين يا جماعه؟ من السودان. وقامت انجلترا باحتلال منطقه جمارك الاسكندريه. يبقى تاني يا شباب ما تتوهش مني، احنا المصريين قتلوا السير ليستاك. ايه رد فعل انجلترا على الكلام ده؟ انجلترا اتضايقت جدا يا شباب. عملت ايه يا مستر؟ انجلترا اولا اول حاجه عملها الانجليز عايزينها من المصريين دفع تعويض $500,000. وطبعا وانت بتتكلم عن الفلوس اعرف ان احنا بنتكلم عن فتره زمنيه مختلفه عن اللي احنا فيها. واحد يقول يا مستر $500,000 ده حاجه تافهه جدا. يا باشا تافهه دلوقتي خلاص، طبعا مش تافهه بالنسبه لنا كلنا يعني، تمام؟ عشان ما حدش بس ايه يقول لك المستر نص مليون بالنسبه له سهلين. لا مش سهلين يا معلم. احنا بنتكلم عن دوله كانوا صعبين على الدوله زمان. ليه يا مستر صعبين على الدوله زمان؟ لان الدوله زمان قلت لك النص مليون قيمتهم اعلى من دلوقتي بكتير. وكمان يا شباب فصل الجيش المصري او سحب الجيش المصري من السودان. مين دلوقتي رئيس الوزراء؟ قول لي كده ورد عليا. سعد زغلول. ايه يا مستر رد فعل سعد زغلول على اللي بيحصل؟
رفض سعد زغلول طلبات الإنجليز وقدم استقالته، واتشكلت وزارة برئاسة أحمد زيور باشا. في أسماء كده يا جماعة ما بتقالش عندنا غير لقطة واحدة في المنهج، زي الراجل ده أحمد زيور باشا. هو اللي عمل إيه يا مستر؟ هو يا شباب اللي قال، أو هو اللي شكل الوزارة بعد سعد زغلول، وهو اللي وافق على الإنذار بتاع بريطانيا. يبقى يجي يقول لك كده: تم سحب الجيش المصري من السودان في عهد وزارة مين؟ أحمد زيور باشا. وطبعا يا شباب إن شاء الله بعد ما نخلص الفصل الرابع هنعمل كده مراجعة على الأربع فصول. في الفصل الثالث والرابع مهارتك راجع كل الوزارات، ورقة وقلم كده يا باشا وعيش كده واظبط دنيتك. احنا في الفصل الثالث جالنا وزارات كتير، وفي الفصل الرابع برضه ظهرت لك بعض الوزارات. أولها هي وزارة سعد زغلول ووزارة أحمد زيور باشا. وبالفعل تم سحب الجيش المصري من السودان. تعال نشوف بعد كده مستر حصل ايه. تعال نتكلم كده الاول عن بعض مناطق التعلم الخاصه بحادثه اغتيال السلستاك. اولا كده بيقول لك الثوره المهديه شبه مقتل السلستاك في ايه؟ تقليص الوجود المصري في وادي النيل، نقصد بها السودان. الثوره المهديه ورد ذكرها في الفصل الثالث. قلنا ساعتها ان انجلترا امرت المصريين بالانسحاب من كثير من مناطق القرن الافريقي والسودان بعد الثوره المهديه. برضه نفس الكلام، نفس الفكره برضه. في بعض الاحداث التاريخيه متشابهه في النتائج بتاعتها، اللي هي زي مين؟ زي الثوره المهديه واغتيال السلستاك. كمان بيقول لك تشابهت تداعيات عن النتائج مقتل السلستاك واستقاله وزاره الشعب في ايه؟ الاثنين مشتبهين ان هم مرتبطين بالثوره المهديه في ايه يا جماعه؟ في السودان. الاثنين حصل برضه نتيجتهم، يعني الثلاث عبارات معناهم ان الثوره المهديه شبه اغتيال السلستاك في ايه؟ ان تم سحب اجزاء من الجيش المصري من السودان. فالاثنين نتائجهم واحده. حدث بعد كده مستر انتكاس للحركه الوطنيه. يعني ايه مستر كلمه انتكاسه؟ عارف انت لما واحد يكون ماشي كده صح، زي شبابنا كده المحترمين، واحد ملتزم بيصلي محترم نفسه وماشي صح، مره واحده يقول لك فلان ده حصل له انتكاسه. يعني ايه مستر انتكاسه؟ اتحول يا باشا، ولا بقى يصلي وبيعمل كل الذنوب وبيعمل، ده اسمها انتكاسه في الدين. نفس الكلام في السياسه. احنا كنا ماشيين صح جدا، المصريين كان عملوا دستور 23 وقلنا في الحصه اللي فاتت ايه ايجابياته ايه سلبياته، وكمان عملنا وزاره برئيس وزراء احنا كشعب مصر عايزينه اللي هو سعد زغلول. كل الكلام ده هيتغير، وهتتغير شكل ملامح الحياه السياسيه عندنا في مصر بعد اغتيال السلستاك وبعد استقاله سعد زغلول. يا مستر حصل ايه؟ ابتدى الملك فؤاد يستبد. يعني ايه يا مستر يستبد؟ يعني يظلم. وعمل اول حاجه ايه؟ اول حاجه عملها حل مجلس النواب في نفس يوم ايه؟ انعقاده. اللي مذاكر المحاضره اللي فاتت عارف ان الدستور 1923 الملك فؤاد خد بعض الصلاحيات. زي ايه كده يا مستر؟ قال لك ان هو من حقه حل البرلمان واقاله الحكومه. كارثتين خدهم الملك فؤاد لنفسه في دستور 23. ان هو يصحى الصبح من النوم متضايق، مراته معكننه عليه، يقول لك يلا يا باشا حلينا مجلس النواب، كل واحد يلا يشيل شنطته ويروح على بيته. طبعا يا جماعه دي كارثه كبيره جدا كانت في دستور 1923، من ابرز سلبياته. واتحققت على ارض الواقع، حل مجلس النواب في نفس يوم انعقاده. برضه في نفس الفتره انجلترا كمان هي بتستبد بالمصريين. المصريين كانوا عايزين يرجعوا سعد الزغلول تاني، لكن انجلترا ما سمحتش، وشكلت حكومه ائتلافيه بقياده واحد اسمه عدلي يكن. يبقى كده بالترتيب كان عندك وزاره سعد الزغلول، استقال سعد الزغلول، جه بعد كده احمد زيور باشا، ولقينا اهو بقى دلوقتي انجلترا شكلت وزاره جديده اسمها وزاره ائتلافيه بقياده عدلي يكن. تعالى كده نطلع بره الاحداث شويه
عايز افهمك كده حاجه ايه كويسه قوي. قول لي يا مستر، عايز تفهمني ايه؟ تعالى يا معلم عشان انت حبيبي. في فرق بين 3 كلمات. في حاجه اسمها وزاره اغلبيه، وفي حاجه يا شباب اسمها وزاره اقليه، وفي حاجه اسمها وزاره ائتلافيه. ايه يا مستر الفرق بين ال3 معاني يا شباب؟ الفرق حضرتك بين ال3 معاني، اولا يا اساتذه، وزاره اغلبيه يعني الحزب اللي بيشكلها حزب الاغلبيه، يعني ليه عدد اكتر من الاصوات في الشعب. احنا مثلا لسه قايلين دلوقتي حالا لما اتعملت انتخابات 1924 مين كسبها؟ حزب الوفد. حزب الوفد خد 90% من الاصوات بتاعت الايه؟ المنتخبين. ده كده اسمه حزب اغلبيه. ما معنى ان حزب الوفد واخد 90%؟ ده معناه يا شباب ان الاحزاب التانية كلها كام في المية؟ 10%. يبقى حزب الوفد ده اسمه حزب ايه؟ اغلبيه، حصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات. في احزاب بقى اسمها احزاب اقليه. تلاقي حزب مثلا حصل على 2% من الاصوات، 5% من الاصوات، يعني الشعب المصري اصلا مش عايز الحزب ده. ده كده اسمه حزب يا جماعه حزب اقليه. امال ايه يا مستر وزاره ائتلافيه؟ ائتلافيه يعني متشكله يا شباب من كل الاحزاب. وزاره ائتلافيه يعني متشكله من كل الاحزاب. الملك يجيب وزير من الحزب ده، وزير من الحزب ده، وزير من الحزب ده، كوكتيل من الاحزاب. وده اللي عملته انجلترا في وزاره عدل يكن. يبقى انت يا معلم مش بتحفظ وخلاص، انت يا معلم فاهم انت بتحفظ ايه. لما يقول لك وزاره ائتلافيه يعني ايه يا مستر ائتلافيه؟ وزاره اتشكلت من كل الاحزاب. طب الصح في السياسه؟ لا، الصح تبقى الوزاره متشكله من حزب الاغلبيه. ده الصح، الناس هي اللي عايزاه فهو اللي يشكل الوزاره، وبعد فتره الناس تحاسبه على ايه؟ على انجازاته وعلى افعاله. تعال نرجع تاني يا شباب للاحداث بتاعتنا. يبقى كده وصلنا ان في انتكاسه يا مستر للحركه الوطنيه عندنا في مصر. الملك فؤاد بيستبد. عمل ايه عشان نعرف ان هو مستبد؟ حل مجلس النواب في نفس يوم انعقاده. كمان انجلترا مستر رفضت عوده سعد الزغلول وشكلت وزاره ائتلافيه بايه؟ برئاسه عدل يكن. كمان بعديها الملك فؤاد بدأ يشجع على تشكيل حكومات من احزاب الاقليه. لسه مفهمها لك، احزاب اقليه يا شباب يعني ملهاش شعبيه عند المصريين القدماء، او سوري لا مش مصريين قدماء، انتوا ثالث ثانوي. ملهاش شعبيه عند المصريين، المصريين اساتذه مش عايزينها. هو بقى الملك فؤاد يروح يجيب رؤساء وزراء من الاحزاب اللي ملهاش اي دور. ليه؟ عشان رئيس الحزب ده اللي هو ملوش اي شعبيه ده هيبقى على دماغ الملك فؤاد يحركه زي ما هو عايز. فراح مثلا مره جاب لنا وزاره برئاسه واحد اسمه محمد محمود، بيسموها وزاره القبضه الحديديه. نفخ المصريين، قافش على المصريين، وزاره القبضه الحديديه. عطل الحياه النيابيه والحريات الشخصيه. انا عايز بس ناس شاطره تفكرني كده يا جماعه. كلمه القبضه الحديديه دي احنا قلناها قبل كده في الفصل الثالث. فاني موقف سمعت الناس الشاطره يا مستر؟ قلناها لما اتكلمنا عن كيتشنر. كيتشنر المعتمد البريطاني كان ورد ذكره كده في الفصل ايه الثالث. قلنا عمل حاجه اسمها سياسه القبضه الحديديه، اللي هو السيطره على المصريين سيطره تامه جدا. فاللي عمل نفس السياسه عندنا في مصر وزاره محمد محمود. جه افترى يا معلم. بعديها يا شباب جت وزاره ثانيه برضه من احزاب الاقليات، وزاره اسماعيل صدقي 1930. عمل يا مستر ده، الراجل ده جاي يجامل الملك فؤاد. ما هو الملك فؤاد اصلا جايبه وهو مش من حقه يمسك الوزاره، ده من احزاب الاقليه، فمش من حقه يمسك اساسا الوزاره. فجايين بقى يجاملوا بعضيهم. فالراجل ده برضه اسماعيل صدقي جاي يجامل الملك فؤاد. جامله ازاي يا مستر؟ لغاله دستور 1923 وعمل دستور جديد لمصر 1930،
وزود فيه صلاحيات الملك، خربوا الدنيا. يبقى تاني في وزارتين كده جابهم الملك فؤاد من وزارات الأقليات. وزارة محمد محمود بنسميها وزارة القبضة الحديدية، اللي هي مستر عطل الحياة النيابية والحريات الشخصية. زي كده عارف انت لما كنا بنتكلم انجلترا مثلا اصدرت الاحكام العرفية، هي نفس الفكرة بتاعت المبدأ ده، محدش يفتح بقه، احكام عرفية زي قانون الطوارئ كده في العصر الحالي. وزارة اسماعيل صدقي، عمل اسماعيل صدقي جه معلم يجامل الملك فؤاد، الملك فؤاد جامله وجابه رئيس وزراء هو اصلا ما يستحقش، راح هو كمان جامل الملك فؤاد. جامله بايه يا مستر؟ لغى له دستور 23 وعمل دستور جديد 1930، وادى بقى يا معلم صلاحيات ومميزات كتيره جدا للملك فؤاد في الدستور الجديد. كده يا شباب الدنيا باظت عندنا كده في مصر. حصل يا مستر، حصل اشتعال للصراع الحزبي عندنا في مصر. انشغل المصريين في الكفاح عن انجلترا بالصراع ضد الحكم الديكتاتوري. بدأ بقى يحصل صراع بين الملك فؤاد وحزب الوفد بتاع سعد زغلول، ونسينا خالص انجلترا، منشغلين بالصراع الداخلي فيما بيننا ونسينا خالص انجلترا. تعال نتكلم كده عن فترة انتكاسة الحركة الوطنية ونتكلم عن أهم النتائج المترتبة عليها. يقول لك كده ايه؟ المعتمد البريطاني كيتشنر شبه رئيس وزراء مصر، مين هو؟ محمد محمود. شبه بعض في ايه يا مستر؟ لسه قايل لك هما الاثنين عملوا سياسه عندنا في مصر اسمها سياسه القبضه الحديديه. ايضا يا شباب بيقول لك تم تكليف عدل يكن بتشكيل وزاره ائتلافيه نتيجه لايه؟ اسمع كده وافهم المعاني عشان تيجي في الامتحانات. تعنت انجلترا ازاء المسار الديمقراطي لمصر. هو الشعب المصري عايز يرجع سعد زغلول، وهو حق سعد زغلول ان هو يرجع، لان هو اصلا رئيس حزب الاغلبيه اللي هو حزب الوفد، ومن حقه ان هو يمسك الوزاره دي الديمقراطيه. انجلترا لا، مش عايز ديمقراطيه، وعشان كده شكلت وزاره ائتلافيه برئاسه عدل يكن. النتيجه اللي بعديها استخدمت انجلترا فكره الحلول البديله لتعطيل الحياه النيابيه بعد مقتل السير ستيج بتشكيل ايه؟ وزاره ائتلافيه. قال لك سعد زغلول ما يرجعش تاني. ارتبط مواقف بعض الاحزاب السياسيه بمصر في اعقاب مقتل السر او السردار اللي هو السير ستيك، يعني رغبتها في الوصول للحكم. احزاب الاقليه بقت متحالفه كلها مع الملك الملك فؤاد. ليه؟ كله عايز يوصل يمسك رئيس وزراء مصر، فابتدوا يجاملوا الملك فؤاد زي ما شفت كده مثلا اسماعيل صدقي لغى دستور 1923 وعمل دستور 1930. ركز بقى معايا في اللي جاي. كل فات حماده واللي جاي يا معلم حماده تاني خالص. اتغيرت العلاقه بعد كده بين انجلترا ومصر من علاقه احتلال لعلاقه تحالف. يا مستر حصل لي كده هزه مش فاهم يا مستر. لا ركز تاني في الجمله. ايه اللي حصل يا مستر؟ كل اللي فات ده احنا ماشيين ان انجلترا بتحتل مصر. اتغير الكلام ده كله وهتتحول العلاقة بين مصر وانجلترا من علاقة احتلال لعلاقة تحالف. يا ترى مستر حصل الكلام ده ازاي؟ بعقد معاهدة اسمها معاهدة 1936 بين انجلترا ومصر. تعال نشوف قبل اساسا ما تحصل المعاهدة دي ايه مقدمات عقد هذه المعاهدة. اللي هشكل الوزاره دلوقتي عندنا في مصر كان واحد اسمه توفيق نسيم باشا. حصل بعض المتغيرات عندنا في مصر سواء على المستوى الداخلي او حاجات خارج مصر حصلت اثرت على العلاقه بين انجلترا ومصر. تعالى كده نفهم الناس واحده واحده الكلام ماشي ازاي يا مستر. بص يا معلم، اللي حصل عندنا في مصر سواء داخليا او خارجيا قبل معاهدة 1936 اللي حصل يا مستر؟ داخليا يا شباب كان ابتدى حزب الوفد
يطالب انجلترا ان احنا عايزين نقعد مع بعض ونتفاوض بشأن التحفظات الاربعه لتصريح 28 فبراير. حزب الوفد كان ابتدى يتواصل مع انجلترا. وبالمناسبه يا شباب، سعد زغلول مات 1927، ودلوقتي رئيس حزب الوفد اللي هيكمل معانا مصطفى النحاس، عشان سعد زغلول خلاص دوره انتهى، هتلاقيه كده اختفى من الاحداث. تاني يا مستر، جوه مصر في بعض المتغيرات اللي هتحصل قبل معاهده 36. ايه اللي حصل؟ حزب الوفد بدأ يخاطب انجلترا، يقول لهم عايزين نقعد مع بعض عشان نعدل تصريح 28 فبراير ونلغي التحفظات الاربعه ده وناخد بقى استقلال حقيقي. رد انجلترا على لسان وزير خارجيه واحد اسمه صمويل هاور. مين ده يا مستر؟ وزير خارجيه انجلترا. رد على المصريين قال لهم انجلترا عندها رغبه في التعامل مع المصريين بدون اي قيود. احنا ولا هنقعد معاكم ولا هنتكلم معاكم، وهو ده اللي عندنا. ده كلام انجلترا على لسان وزير خارجيتها صمويل هاور. ادى ذلك الى ايه؟ الى اشتعال ثوره كده اسمها ثوره 1935 اعتراضا على كلام انجلترا وردها. وبدأ المصريين يقوموا بتعطيل حركة المواصلات زي ما عملنا في أحداث ثورة 1919. وده اللي كان الوضع داخليا. يبقى داخليا سنة 1935 في ثورة عملها المصريين ضد انجلترا. طب خارجيا ايه اللي كان بيحصل في نفس السنة 1935؟ كانت بدأت إيطاليا تقوم باحتلال الحبشة. بص يا معلم، في حاجات لازم تبقى فاهمها، واحنا قلناها كده في ايه في الحصة اللي فاتت. احنا لما قلنا يا جماعة الحرب العالمية الأولى حصلت كان بين مجموعتين من الدول، الحلفاء ودول المحور. الحلفاء على رأسهم انجلترا وفرنسا ومجموعة من الدول. المحور على رأسهم ألمانيا، وانضمت معاهم بقى هي إيطاليا والنمسا والمجر وشوية دول. دول اللي ما بينهم صراع في أوروبا. فإيطاليا المرة دي من ضمن دول إيه يا جماعة؟ المحور. إيطاليا احتلت الحبشة. إيه يا مستر الحبشة دي يا جماعة؟ اللي هي أثيوبيا، منطقة كده اللي إحنا كلنا عارفينها دولة دلوقتي في شرق أفريقيا. إيطاليا لما راحت احتلت الحبشة هناك في أفريقيا، كانت إنجلترا قريبة من الحبشة بتحتل بعض الأماكن. إنجلترا بقى عندها شعور إن إيطاليا بتستفزها عشان يبدأوا الحرب العالمية الثانية. يبقى تاني، دي أحداث مالهاش علاقة بمصر. إيطاليا راحت احتلت الحبشة سنة 1935. ده بالنسبة للإنجليز بينذر ببداية أو بقرب بداية الحرب العالمية الثانية. وده اللي هيخلي إنجلترا تغير تفكيرها مع المصريين. بدأت إنجلترا تحترم نفسها وتقول للمصريين تعالوا نقعد مع بعض ونتفاوض. ودعت المصريين لعقد معاهدة 1936. ليه يا مستر؟ انجلترا قالت لك خلاص الحرب العالمية الثانية على وشك ان هي تقوم، فالافضل بالنسبة لي كانجلترا اكسب المصريين لصفي اثناء الحرب احسن ما يكونوا ضدي. وده اللي هيحصل، وتعالى نشوف مع بعض بقى كده تفاصيل الاحداث. يبقى كده كان توفيق نسيم باشا هو رئيس وزراء مصر، وقلت لك ان حزب الوفد بدأ يطلب بعض المفاوضات مع انجلترا عشان نغير التحفظات الاربعه لتصريح 28 فبراير. انجلترا رفضت، وكان الكلام ده على لسان وزير خارجيتها اسمه صمويل هاور. المصريين ما عجبهمش الكلام وعملوا ثوره سنه 1935 وعطلوا حركه المواصلات. وقلت لك في نفس الفتره كان بيحصل برضو يا جماعه احداث خارجيه، وهي احتلال ايطاليا يا جماعه احتلال ايطاليا للحبشه. دي برضو كل انت عارفها. على المستوى الخارجي كان بيحصل يا مستر الفتره دي احتلال
ايطاليا للحبشه يا شباب. دي المتغيرات اللي حصلت اللي خلت الانجليز يغيروا التعامل مع المصريين ويحترموا نفسهم. اضطرت بريطانيا للتراجع عن موقفها. اولا امرت الملك فؤاد طبعا باعاده دستور 1923. يبقى كده رجعنا تاني اهو لدستور 23 عشان الشعب المصري كان معترض على دستور 1930 يا شباب. وكمان قالت انجلترا انا موافقه اتفاوض مع المصريين بس بشرط كل الاحزاب المصريه تشترك. ده شرط انجلترا، قالت لازم كل الاحزاب المصريه تشترك. ليه؟ قالت لهم عشان بعد ما نتفاوض ونتفق ما يجيش حزب يغير كلامه. ده شرط انجلترا. يبقى انجلترا تقول للمصريين خلاص يا جماعه مفيش مشكله، اللي انتوا عايزينه اعمله لكم، وتعالوا كده بوفد من كل الاحزاب المصريه نتفاوض مع بعض ونعمل مع بعض معاهده، بس بشرط كل الاحزاب المصريه تشترك تشترك معانا. تعال نشوف الملك فؤاد عمل ايه. اولا توفيق نسيم ده قدم استقالته، وخد بالك توفيق نسيم برضه من ضمن حكومات الاقليات. يعني حكومات الاقليات كده محمد محمود، وعندك كمان اسماعيل صدقي، وعندك كمان توفيق نسيم باشا. وهتشكل وزاره برئاسه علي ماهر. الاسم ده هيتكرر عندنا 3 مرات النهارده. هيمسك الوزاره 3 مرات، دي اول مره يا باشا وعد كده معايا. مسك علي ماهر رئاسه الوزراء بامر من الملك فؤاد. واصدر ساعتها الملك فؤاد مرسومين. كلمه مرسوم يعني امر من الملك، غير كلمه فرمان. فاكر فرمان؟ فرمان كانت بتبقى امر من السلطان العثماني. اما مرسوم يعني امر من الملك. اصدر مرسومين، واحد في فبراير واحد في مارس 36. مرسوم فبراير 1930 قال يا مستر الملك، قال لازم نشكل وفد من كل الاحزاب المصريه عشان يروحوا يتكلموا مع انجلترا. وبالفعل ده حصل. اشترك كل الاحزاب المصريه في المفاوضات مع انجلترا، بس خد بالك من الاستثناء ده، ما عدا الحزب الوطني. هي كلمه كده مش عندنا في المنهج بس تيجي ممكن في الاسئله. الحزب الوطني كان بيقول ايه؟ كان بيقول لا مفاوضات الا بعد الجلاء. لا مفاوضات الا بعد الجلاء. الحزب الوطني بيقول احنا مش هنقعد مع انجلترا نتكلم غير اما يمشوا خالص من مصر. وده طبعا يا شباب كان طلب غير منطقي في الفتره دي. فالحزب الوطني ما راحش مع بقيه الاحزاب المصريه اللي رايحه تعمل معاهده 36 مع انجلترا. المرسوم الثاني في مارس 36 قال الملك فؤاد قال هنعمل انتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، واللي كسب الانتخابات ساعتها يا جماعه حزب الوفد. تاني حزب الوفد بيحصل على الاغلبيه. بس قلت لك خلاص سعد الزغلول مات. مين دلوقتي رئيس حزب الوفد؟ مصطفى النحاس. وده برضه هيمسك الوزاره عندنا 3 مرات النهارده. دي اول مره فيها هيشكل الوزاره الجديده. يبقى كده كان رئيس الوزراء علي ماهر. خلاص عملنا انتخابات كسبها حزب الوفد، فاللي هيشكل الوزاره الجديده مصطفى النحاس. تعالى كده نشوف بعض نتائج التعلم عن الجزئيه دي. بيقول لك المصريين لما عملوا حراك شعبي عن الثوره 1935 ايه نتيجتها؟ تقييد صلاحيات السلطه الحاكمه اللي هو الغاء دستور 1930. ما لما عملنا احنا الثوره دي انجلترا اجبرت الملك فؤاد ان هو يرجع تاني دستور 23. وده معناه ان احنا لغينا دستور 30 اللي كان مين عمله؟ لو انت شاطر ومركز قول لي. كان عمله اسماعيل صدقي، وادى فيه للملك المزيد من السلطات. اتسحبت منه السلطات دي. النتيجه الثانيه كانت مطالبه حزب الوفد باجراء مفاوضات مع بريطانيا بشان التحفظات ال4 ليه بعض الانعكاسات. يعني النتائج على تغيير شكل العلاقه بين مصر وبريطانيا. ده اللي مهد بعد كده لعقد معاهده 36. النتيجه الثالثه اعتمدت سياسه الاحتلال البريطاني بمصر على موائمه الاحداث وفقا لمصالحها. فاكر كده جمله كنا بنقولها كتير جدا واحنا بنشرح، يقول لك الاحتلال لا يقيم وزنا الا لمصالحه الشخصيه.
انجلترا من شويه كانت بتضرب في المصريين في 1935، شويه بقت حبيبتنا وتعالى نتصالح ونبقى اصدقاء ومتحالفين. فالناس دول بتوع مصلحته. ظهر افتقاد بريطانيا للحنكه السياسيه عند اصدار تصريح صامويل هاور. الحنكه عن الذكاء. صامويل هاور لما قال التصريح بتاعه احنا مش هنتكلم مع المصريين ومش هنتفاوض معاكم، استفز المصريين. دي مش حنكه سياسيه. فطبعا هنتكلم يا جماعه بالفعل عن المعاهده اللي هتغير الاحداث تماما عندنا في مصر، وهي معاهده 1936 بين انجلترا ومصر. وخد بالك ممثل مصر واللي بيتكلم باسم المصريين في المعاهده دي هو رئيس الوزراء دلوقتي. خد بالك مين هو؟ مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد، هو اللي قاعد بيتكلم مع انجلترا بشأن معاهده 36. تعال نشوف ابرز نصوص المعاهده. اتفقوا على ايه؟ انتهى احتلال مصر عسكريا. انجلترا هتنسحب عسكريا من كل مصر ما عدا بعض المناطق. مين هي مستر؟ منطقه القناه. فاكر الكلام اللي كان بيقوله ماكدونالد سعد زغلول؟ انجلترا نفذته. قالت لهم بصوا هنمشي من كل مصر ما عدا بس منطقه القناه عشان هنحتاجها في احداث الحرب العالميه الثانيه، وكمان عشان التجاره بتاعتهم اللي بتعدي من هناك. من شروط المعاهده كمان انجلترا هتساعدنا في دخول عصبه الامم اللي هي بعد كده بقى اسمها الامم المتحده. دي كانت منظمه عالميه ما بيخشش فيها غير الدول المستقله. فالمصريين بيشرطوا على انجلترا انت هتساعدينا في دخول منظمه عصبه الامم، وده كده اعتراف دولي باستقلال مصر. عشان سؤال جه قبل كده في الامتحان، ايه اهميه معاهده 36 او ايه الجديد فيها؟ ان احنا خدنا فيها اعتراف دولي بالاستقلال. احنا واخدين كلمه الاستقلال دي من تصريح 28 فبراير 1922. ايضا يا جماعه الغاء الامتيازات الاجنبيه. الكلمه دي مش جديده عليك، قلناها في اول درس خالص المنهج. قلنا من ايام حكم العثمانيين لمصر كان ايه اللي حاصل؟ قلنا كان في تدهور للتجاره الخارجيه. ليه يا مستر؟ قال لك بسبب ايه؟ بسبب الامتيازات الاجنبيه. ايه معناها يا مستر الامتيازات الاجنبيه دي؟ تسهيلات منحتها الدوله العثمانيه للرعايا الاجانب في مصر. ان الاجانب وخاصه التجار كانوا بياخدوا امتيازات اكتر من المصريين. وخد بالك برضو قلناها من ضمن اسباب الازمه الماليه في عهد الخديوي اسماعيل. لغينا الامتيازات الاجنبيه. كمان من ضمن شروط معاهده 36 ان مصر من حقها تعمل اي معاهده سياسيه بس بشرط الا تتعارض مع معاهده 1936. ايضا يا شباب من شروط معاهده 1936 تقويه الجيش المصري. ان الانجليز هيساعدونا عشان نقوي الجيش بتاعنا، ولو الجيش بتاعنا وصل للدرجه ان هو يقدر يدافع عن القناه انجلترا هتمشي من منطقه القناه. ما انجلترا مفروض رسميا تمشي من كل مصر ما عدا منطقه قناه السويس. بتقول لنا لو الجيش المصري بقى عنده القوه ان هو يامن منطقه القناه هنمشي كمان من قناه السويس. انجلترا بتقول لنا هنمشي كل الموظفين الانجليز من الجيش والامن والبوليس اللي هي الشرطه من مصر. كمان هيسحبوا كل العناصر الانجليزيه من الجيش والشرطه والحقانيه. وكمان اعاده الجيش المصري للسودان. وايه يا جماعه انا عايز حد بس يفكرني، هو الجيش المصري لو انت مركز امتى تم سحبه من السودان؟ تم سحب الجيش المصري من السودان يا مستر بعد اغتيال السيرلستاك. فاكر؟ قلنا النهارده بعد اغتيال السيرلستاك انجلترا امرت بسحب الجيش المصري من السودان. طب لو انت قاعد مركز معايا وشطر قول لي في عهد انهي رئيس وزراء تم سحب الجيش المصري من السودان؟ في عهد وزاره احمد زويل باشا. كلام صحيح. اللي قاعد متابع كده يقول لك الله يا مستر
ده انجلترا بقت اموره قوي يا مستر ومحترمه جدا. احنا خدنا يا مستر فعلا مميزات كتيره جدا في معاهده 36. انجلترا هتنسحب من مصر عسكريا، هتدخلنا عصبه الامم، لغت الامتيازات الاجنبيه، بقينا احرار في عقد المعاهدات السياسيه، هنرجع الجيش المصري للسودان. فعلا مميزات كتير. بس عايز حد يقول لي يا ترى يا شباب، هي انجلترا بتعمل كل الكلام ده مقابل ايه؟ مقابل ان احنا نساعدها في الحرب العالميه الثانيه. كل ده المقابل بتاعه، عشان نحتاج الكلام دلوقتي في الاحداث بتاعتنا. ايه يا مستر اللي حصل بعد معاهده 30؟ الجمله اللي بدات بيها كلامي: تحول العلاقه بين بريطانيا ومصر من علاقه احتلال لعلاقه ايه؟ تحالف. بين دلوقتي يا جماعه ايه؟ امامير جدا مع بعض احنا وانجلترا. وهيحصل برضه غير داخلي مهم جدا. غير او مات الملك فؤاد، وهيمسك العرش يعني حكم مصر ملك جديد هو الملك فاروق، اللي هيكمل معانا الاحداث. الملك فاروق ملك شاب، حب ان هو يمارس سلطاته كده في اول حكمه. عين علي ماهر رئيسا للديوان الملكي مش رئيسا للوزراء، وهما الاثنين دول كان عندهم ميول محوريه. وكمان شكل بعض او اتشكلت في الفتره يا شباب بعض الجماعات، زي جماعه الاخوان المسلمين، او جماعه كانت موجوده عندنا زمان ايام الثوره العربيه، جماعه مصر الفتاه. خد بالك بقى، انا عايزك بس كده ايه تركز معايا في حاجه. سواء يا شباب سواء الملك فاروق او علي ماهر رئيس الديوان الملكي، او جماعه الاخوان المسلمين، او جماعه مصر الفتاه، الناس دول كلهم عندهم حاجه اسمها ميول محوريه. يعني ايه يا مستر ميول محوريه؟ يعني عندهم ميل لدول المحور بقياده المانيا، بيفضلوا التعامل مع المانيا عن التعامل مع انجلترا. حاجه كمان، الناس اللي انت شايفهم دول كلهم قدامك كلهم ضد حزب الوفد، ضد مصطفى النحاس وحزب الوفد. دي حاجات لازم تكون فاهمها عشان واحنا بنكمل الاحداث. يبقى الملك فاروق عنده ميول محوريه، ما يحبش انجلترا، ضد انجلترا، وفي نفس الوقت برضه ضد ايه يا جماعه؟ حزب الوفد. تعال نرجع تاني لاحداثنا يا معلمين. ايه اللي حصل يا مستر؟ الملك فاروق اول ما جه، طبعا قلت لك هو ضد حزب الوفد، فعمل اقاله لوزاره مصطفى النحاس، وهيرجع تاني برضه الاعتماد على حكومات الاقليات شبه ابوه. وهتفضل حكومات الاقليات عندنا في مصر من 1937 ل 1942. تعال نشوف كده ابرز نتائج التعلم عن معاهده 36. بيقول لك اصبحت بريطانيا بتحكم مصر قانونيا طبقا لأس متفق عليها في امتى؟ معاهده الصداقه، اللي هي حضرتك معاهده 1900 كام يا جماعه؟ 36. حاجه كمان يا شباب، بيقول لك عالجت معاهده الصداقه والتحالف 1930 بعض عيوب تصريح 28 فبراير في ايه؟ اقامه جيش وطني قوي. اللي مذاكر تصريح 28 فبراير، انجلترا كانت بتقول ايه؟ ان انجلترا تقعد عندنا في مصر للدفاع عن مصر ضد اي عدوان خارجي. فكانت بتقول ما تشغلوش بالكم، ما تعملوش انتوا جيش، احنا اللي هنحميكم. لا، في معاهده 36 قالت لنا ده انتوا تعملوا جيش وقووا الجيش المصري كمان. اتحول منصب ممثل الاحتلال البريطاني في مصر من المندوب السامي الى سفير. قلنا مثلا واحد زي ايه؟ السير وينجت الحصه اللي فاتت، ده كان شغال ايه؟ مندوب سامي، اللي هو كان اسمه زمان المعتمد البريطاني. اصبح خلاص ما عندناش المنصب ده في مصر. الراجل الانجليزي اللي بيقعد في مصر مجرد سفير بس. عندنا فين يا شباب؟ عندنا في مصر. ايضا يا اساتذه، مهدت احدى نصوص المعاهده الانجلو مصريه اللي هي المعاهده الانجليزيه المصريه 35 الطريق لايه؟ تطبيق القانون المصري على جميع المقيمين فيها. عارف ده معناها ايه؟ الغاء
الامتيازات الأجنبية. ما أنا قلت لك يعني إيه أجنبية؟ إن الأجانب كانوا بيتعاملوا معاملة أحسن من المصريين. قال لك الكلام ده خلاص ما بقاش موجود. قال لك بقى أصبح المصريين متساويين مع الأجانب واتلغت الامتيازات الأجنبية. الحاجة كمان يا جماعة هي رقم 1 هي نفس برضه يا جماعة إيه؟ رقم 5. نرجع تاني بقى يا شباب كده نشوف إيه اللي حصل عندنا في مصر بعد بقى معاهدة 36. أحوال مصر السياسية أثناء الحرب العالمية الثانية. بالمناسبة يا شباب الحرب العالمية الثانية تقوم 1939 وهتنتهي يا جماعة 1945. تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل عندنا في مصر. إيه اللي حصل عندنا في مصر؟ أولاً طرد علي ماهر من الحكم. لما قامت الحرب العالمية الأولى كان الحرب العالمية الثانية يا شباب كان رئيس وزراء مصر علي ماهر. أنا قلت لك هي إنجلترا سنة عملت ليه معاهدة 36 مع مصر؟ عشان نساعدها يا مستر في أحداث الحرب العالمية الكام؟ الحرب العالمية الثانية. نساعدها بقى بالمواني، بالمطارات، بأي حاجة هي عايزاها. أول ما قامت الحرب العالمية الثانية كان ساعتها إنجلترا بتقول لي يلا المصريين والحكومة المصرية اعلنوا الحرب على مين؟ على ألمانيا. علي ماهر قال رفض، قال احنا مالناش دعوة بالموضوع ده. ده كلام علي ماهر. فده عمل خلاف بين علي ماهر وبين مين يا جماعة؟ وبين بريطانيا. فساعتها ايه اللي حصل يا مستر؟ اتدخلت بريطانيا لطرد علي ماهر من الايه؟ من الوزاره. طب بعديها اتشكلت وزاره برئاسه واحد اسمه حسين سري. هو كمان رفض يعلن الحرب على مين يا جماعه؟ على انجلترا. مش كده وبس، ده الملك فاروق بتاعنا اللي هو الحاكم بتاعنا استفز انجلترا اكتر واكتر. كان ايه اللي حصل يا شباب؟ حضرتك تعالى بس كده افهمك ايه اللي بيحصل في الاحداث. حضرتك كده انجلترا المفروض عامله معاهده 1936 مع مصر. في ليبيا كانت قوات المحور استولت على ليبيا. قوات المحور اللي هي بقياده المانيا زي ما انت عارف وايطاليا. وكان في قائد هناك اسمه رومل قائد قوات المحور اللي سيطر على ليبيا. وبعد ما سيطر على ليبيا كان في اتجاهه الى مصر لمهاجمه القوات الانجليزيه عندنا في مصر. الملك فاروق بقى قلت لك عنده ميول محوريه اساسا. فحرك مظاهرات عندنا كده في مصر بتهتف الى الامام يا رومل. يبقى الملك فاروق استفز انجلترا استفزازها جامد جدا. ده مثلا ما خلاش نفسه على الحياد قال انا مع انجلترا ولا مع المانيا، لا ده بيستفز انجلترا وبيقول مظاهرات عندنا في القاهره الى الامام يا رومل. رومل ده قائد ايطالي كده، قائد من قوات المحور، بيقول له تعالى اغزو مصر يا باشا ومشي الانجليز خالص. كده الانجليز حسوا ان هم اتضحك عليهم. احنا متفقين معاكم يا مصريين في معاهده 36 ان لما تقوم الحرب تساعدونا في الحرب. علي ماهر رفض والملك فاروق كمان بيستفز انجلترا. انجلترا ما سكتتش وهتعمل حادثه مهمه جدا جدا يا جماعه وانت بتذاكرها، حادثه 4 فبراير 1942. حصل يا مستر الملك فاروق صحي الصبح من النوم في قصر عابدين، بيفتح البلكونه يشوف الاشجار الجميله والعصافير، لكن ولا اشجار ولا عصافير. لقى الدبابات البريطانيه محصره القصر من كل جانب. خير يا جماعه، في ايه؟ عايزين ايه؟ قالوا احنا عايزينك دلوقتي حالا تشكل حكومه برئاسه مصطفى النحاس. برئاسه مين يا شباب؟ مصطفى النحاس. ليه يا مستر؟ انجلترا عايزه مصطفى النحاس اللي يشكل الحكومه. اللي هيقول الاجابه حد جامد جدا. انجلترا حصرت قصر عابدين وبتقول للملك فاروق احنا عايزين اللي يشكل الحكومه دلوقتي مصطفى النحاس. اشمعنى مستر مصطفى النحاس اللي انجلترا عايزاه يشكل الحكومه دلوقتي والحرب العالميه الثانيه شغاله؟ الشاطر اللي رد عليا وكان عارف، عشان ده شباب اللي كان عامل معاهده 36 مع انجلترا، فهو الملزم بتنفيذ المعاهده دي. الملك فاروق غصب عنه
شكل حكومة برئاسة مصطفى النحاس، واللي بالفعل قدم مساعدات كبيرة جدا لبريطانيا ضد المحور الفاشي. الفاشي يا جماعة اللي هي الحكومة الفاشستية يقصد بها إيطاليا، والنازية بيقصدوا بها ألمانيا. وفعلا المساعدات دي ساعدت إنجلترا في هزيمة قوات المحور. يبقى كده مصطفى النحاس تاني مرة هو يمسك الوزارة. أول مرة قابلنا فيها مصطفى النحاس لما كان رايح يعمل معاهدة 36 مع إنجلترا، كان ماسك رئيس وزراء، وتشكل وزارة برئاسته تاني 1942 بعد حادثة 4 فبراير 1942. لكن بعد كده بعد ما مصطفى النحاس ساعد إنجلترا في الحرب زي كل مرة كلاب ما بيصونوش العهد. بعد ما الراجل قدم مساعدات، إنجلترا خلت الملك فاروق يعمل ايه يا مستر؟ خلت الملك فاروق يشيل مصطفى النحاس، سمحت له بان هو يقوم بإقالة مصطفى النحاس من الوزارة. ليه يا مستر انجلترا بتعمل كده؟ عشان انجلترا مش عبيطة، انجلترا عارفة ان مصطفى النحاس ساعدها، فبعد ما ساعدهم قال لهم بقى خلاص احنا مالنا اللي علينا، خدوا بعضكم وامشوا من مصر خالص. فانجلترا سابت الملك فاروق ايه؟ يشيله. ليه؟ انجلترا صايعه، عايزه بقى الملك يقعد يتخانق مع حزب الوفد وينسوا خالص مين؟ وينسوا خالص انجلترا. وبالفعل يا جماعه استبد الملك فاروق بالحكم بعد اقاله حكومه الوفد، ورجع تاني مستعينا باحزاب الاقليه زي ابوه بالظبط اللي هو الملك مين يا جماعه؟ الملك فؤاد. تعالى نرى ابرز مناطق التعلم في الجزئيه دي يا شباب. بيقول لك تميزت مرحله الحقبه الليبراليه. الليبراليه يا جماعه عن الديمقراطيه اللي احنا المفروض دخلناها من ساعه تصريح 28 فبراير. استمر بايه او تميزت بايه؟ استمرار سياسه الحكم المطلق الفردي، ان الملك برضه بيعمل كل اللي هو عايزه زي ما شايفين. هو عندنا دستور 23 وماشيين بيه، بس الملك في اي لحظه بيعمل اللي هو عايزه. في استبداد، في حكم فردي، برضه مفيش ديمقراطيه حقيقيه، الناس دي بتشتغلنا. النتيجه الثانيه، الملك فاروق هو والاحتلال البريطاني اشتركوا مع بعض في ايه؟ رفض استمرار وزارة حزب الأغلبية اللي هي وزارة مصطفى النحاس بتاع حزب الوفد. الاثنين مش عايزينه دلوقتي. تاني حاجة، حكومات الأغلبية وحكومات الأقلية في مصر متشابهين في ايه؟ هما الاثنين بيطالبوا باستقلال مصر. يعني خد بالك، هي حكومات الأقليات دي برضو بتطالب باستقلال مصر بس بطريقتها وبأسلوبها. تلاقت توجهات السياسة بتاعت النحاس مع توجهات الانجليز اباني على اثناء الحرب العالميه الثانيه في ايه؟ هما الاثنين كانوا ضد الحكومه الفاشيه والنازيه اللي هي دول المحور. وقلت لك الفاشيه يقصد بها ايطاليا، عندهم حكومه اسمها الحكومه الفاشيه. النازيه يقصد بها المانيا اللي هو هتلر. والسؤال ده جه في الامتحان قبل كده. يبقى مصطفى النحاس كان قلت لك ووضحت لك على السبوره من شويه، قلت لك سواء الملك فاروق وكان مع علي ماهر وجماعات الاخوان المسلمين ومصر الفتاه كلهم كان لهم ميول محوريه، اما حزب الوفد لا، ما كانش ليه ميول محوريه، اهو بدليل ان مصطفى النحاس كان بيساعد انجلترا. بس خد بالك برضه وجهه نظر مصطفى النحاس، هو بيساعد انجلترا مش حبا فيهم، هو بيساعدهم عشان يلتزموا بكلامهم ويمشوا منين؟ ويمشوا من مصر. وجات يا معلم مجموعه من الاحزاب الاقليه مسكت الوزاره ووزارات اقليات تاني وفشلوا، سواء على المستوى الداخلي او المستوى الخارجي. تعال افهمك الكلام ده كده ايه بالتفصيل. بص يا معلم، الملك فاروق زي ما بقول لك استعان بمجموعه من حكومات الاقليات، من حكومات الاقليات. بس الحكومات دي فاشله يا شباب، سواء على المستوى الداخلي او على المستوى ايه يا شباب؟ الخارجي. صح كده عشان الاجزاء دي مهمه جدا. درس قوي جدا من دروس المنهج عندنا. داخليا فشلوا ان هم ينفذوا مع انجلترا ويغيروا معاهده 1930. عاملين يتفاوضوا مع انجلترا عشان انجلترا بقى تمشي من مصر ونخلص بقى معاهده 30، وهم فاشلين في الكلام ده.
مفيش غير واحد بس عمل حاجه عدله، كان اسمه النقراشي باشا من رؤساء حزب الاقليات او حكومات الاقليات. عمل يا مستر؟ قدم قضيه استقلال مصر الى مجلس الامن، بس ساعتها مجلس الامن ساب القضيه معلقه وما قالش فيها حاجه. طب على المستوى الخارجي حكومات الاقليات برضه كانت فاشله، وكانت من اسباب هزيمه مصر في حرب هناخدها بالتفصيل في الفصل السابع، وهي حرب فلسطين 1948. يبقى احزاب الاقليات اللي استعان بيها الملك فاروق في الفتره دي كلها فاشله. على المستوى الداخلي مش عارفين يمشوا انجلترا ومش عارفين يحصلوا على الاستقلال. على المستوى الخارجي كانوا فاشلين، ودوا الجيش بتاعنا بدون استعداد وتجهيز في حرب فلسطين هناخدها في الفصل السابع بالتفصيل، وفشلوا هم هناك كمان. تعال نرجع تاني لاحداث الملزمه بتاعتنا. يبقى حكومات الاقليات كانت فاشله، فشلت في تعديل معاهده 6 يا جماعه و30. قال لك الحاجه العدله الوحيده اللي كنت لسه بكلمك عنها ان النقراشي باشا عرض قضيه استقلال مصر على مجلس الامن. ومن درجه الفشل والتوتر اللي كان في الفتره دي ان 2 من رؤساء حكومات الاقليات دول تم اغتيالهم، اتقتلوا. واحد اسمه احمد ماهر والنقراشي دول تم اغتيالهم، يعني قتلهم في فتره الوزاره بتاعتهم، وبيتهموا الاخوان المسلمين في ايه يا جماعه؟ في قتلهم. وفشلنا خارجيا في حرب يا جماعه، في حرب فلسطين. كل الفشل ده كان ايه نتيجته يا مستر؟ الملك فاروق خلاص بقى شكله وحش، فاشل هو والوزراء كلهم بتاعهم. اضطر يجيب مين تاني رئيسا للوزراء؟ مصطفى النحاس 1950. تعالى يا معلم كده هساعدك في حاجات المفروض انت تعملها لوحدك وانت بتذاكر، بس انت عشان حبيبي هساعدك فيها. كده عندنا يا معلم مصطفى النحاس ده مسك الوزاره 3 مرات. اول مره قابلك فيها مصطفى النحاس يا معلم كان 1936، واحنا رايحين نعمل معاهده 36 كان عملنا انتخابات وكسبها حزب الوفد برئاسه مصطفى النحاس. ايضا يا شباب مسك الوزاره 1942، قلناها النهارده لما حصلت حادثه 4 فبراير 1942. الدبابات البريطانيه حاصرت قصر عابدين واجبروا الملك فاروق على تشكيل حكومه برئاسه مصطفى النحاس. مسك الوزاره تاني 1950. امتى يا مستر؟ بعد فشل حكومات الاقليات في اداره مصر. فمسك الوزاره 3 مرات مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد. رجع مصطفى النحاس تاني، ورجع تاني يخش مفاوضات مع مين؟ مع انجلترا. عمل ايه مصطفى النحاس؟ قعد يتكلم مع انجلترا، تعالوا نقعد مع بعض يا شباب عشان نتفاوض بشأن استقلال مصر وتعديل معاهدة 30. رفضت انجلترا. ايه الكلام ده؟ مصطفى النحاس عمل ايه؟ في اكتوبر 51 الغى مصطفى النحاس معاهدة 36. يبقى مصطفى النحاس يجي يقول لك مين اللي عمل المعاهدة ومين اللي لغاها؟ مصطفى النحاس. هو اللي كان عمل المعاهدة مع انجلترا وهو اللي رجع يا جماعة رجع لغاها. تعال نبص كده على ابرز نواتج التعلم عن الجزئية دي. بيقول لك ايه؟ دي المفروض كلمة انتهت. انتهت المرحلة الثانية من المفاوضات المصرية 1951 بالفشل. نتيجة لايه؟ تباين المواقف بين مصر وبريطانيا. المصريين عايزين يحصلوا على الاستقلال وبريطانيا رافضة. كلمة تباين يعني اختلاف. يرفض البعض وصف المرحلة من 23 ل 52 بأنها مرحلة ليبرالية. هل الفترة دي عشنا فيها ليبرالية عن ديمقراطية؟ لا طبعا. بسبب ايه؟ هيمنة الاحتلال والملك كانوا متحكمين في كل شيء في مصر، فما تقوليش كان في ديمقراطية. صورة يا شباب. يتفق إعلان الحماية البريطانية على مصر 1914 وإلغاء المعاهدة بتاعت 36 بإيه؟ إعلان كل منهم من جانب واحد. إنجلترا أعلنت الحماية بمزاجها هي من غير ما تاخد رأي المصريين، وبرضه مصطفى النحاس لغى معاهدة 36 من غير ما ياخد رأي إنجلترا. القاسم المشترك بين مصطفى النحاس 1942 و 1950 الخروج من أزمات سياسية. هنا كان الملك فاروق اتزنق وانجلترا محاصراه،
فغصب عنه شكل وزاره برئاسه مصطفى النحاس. هنا كان الوزراء كلهم فشلوا، وكان وزاره الاقليه فاشله، فالملك فاروق غصب عنه عمل انتخابات وجاب مصطفى النحاس. تعال نشوف يا مستر ايه اللي حصل عندنا في مصر بعد الغاء معاهده 36. قال لك مصطفى النحاس فتح باب النضال المسلح ضد القوات البريطانيه في القناه. قال للمصريين يلا هوبا دبوا في القوات الانجليزيه زي ما انتوا عايزين. اتكونت جماعات من الفدائيين المصريين وبداوا يهاجموا المعسكرات البريطانيه، وكمان كان في دور لبلوكات النظام اللي هم رجال الشرطه، كانوا بيساعدوا الفدائيين في مقاومه الاحتلال البريطاني في منطقه القناه. لحد ما في يوم من الايام اجتمع رجال الشرطه في مبنى محافظه الاسماعيليه استعدادا لمهاجمه القوات الانجليزيه في منطقه قناه ايه يا جماعه؟ في منطقه قناه السويس. لكن اللي حصل يا شباب ان الانجليز جم حصروا مبنى محافظه الاسماعيليه اللي فيه ضباط الشرطه المصريين وامروهم بالاستسلام. ساعتها كان وزير الداخليه هو فؤاد سراج الدين، امر الضباط المصريين بعدم الاستسلام ومقاومه القوات البريطانيه، واتقتل عدد كبير جدا من الضباط المصريين في مبنى محافظه الاسماعيليه. الموقف ده حصل امتى؟ يوم 25 يناير 1952 اللي لسه محتفلين بيه من كام يوم، يعتبر عيد الشرطه. عرفت ليه 25 عيد الشرطه؟ عشان الموقف اللي قدامك ده، لما رجال الشرطه عملوا دور بطولي واستبسلوا ضد القوات البريطانيه في محافظه الاسماعيليه. اليوم اللي بعديه على طول 26 يناير 1952 حصل ايه يا مستر؟ حصل ما يسمى بحريق القاهرة. خير يا مستر، حصل ايه؟ ابتدى المصريين يحرقوا كل حاجة خاصة بالإنجليز في القاهرة. يبقى كده ركز معايا، 25 يناير كان حضرتك حصل قتل عدد كبير جدا من رجال الشرطة في محافظة الإسماعيلية. رد فعل المصريين 26 يناير حريق القاهرة. ايه النتيجة بتاع حريق القاهرة؟ الملك فاروق أقل مصطفى النحاس تاني وأصدر الأحكام العرفية. نفس الكلمة اللي كانت بتعملها إنجلترا عندنا في مصر عملها الملك فاروق. قلت لك قبل كده أحكام عرفية زي قانون الطوارئ، بيصدر أحكام تعسفية في الفترة دي. وهيشكل وزارة تاني برئاسة علي ماهر. وخد بالك زي ما مصطفى النحاس مسك الوزارة 3 مرات، علي ماهر هو كمان مسك الوزارة 3 مرات. مرة علي ماهر مسك الوزارة قبل عقد معاهدة 1936 كان مسك الوزارة، وكمان مسك الوزارة أثناء الحرب العالمية الثانية، كان هو اللي مسك الوزارة عندنا في مصر، ومسك الوزارة بعد حوادث حريق القاهرة. يبقى 3 مرات برضه مسك فيهم علي ماهر يا شباب الوزارة. تعالى كده يا شباب كده نشوف بقى بعض الأسئلة سواء على الدرس اللي فات أو درس النهاردة كده، ونتدرب ونشوف الأفكار. استلمت مفاوضات مصر مع ميلنر، دي بقى في الدرس اللي فات ما قلناش النهارده، بس عايز اقوله ميلنر. كان الهدف منها ايه؟ هل كان الهدف منها عقد معاهده لتحقيق لمصر استقلال وبريطانيا مصالحها، التفاوض مع بريطانيا حول كيفيه حمايه الاقليات، تطبيق فكره القوميه المصريه، ولا تقليص نفوذ المصريين؟ طبعا تطبيق فكره القوميه يا شباب المصريه. الكلمه اللي انت خدتها معايا المحاضره اللي فاتت، يعني مستر قوميه مصريه ان احنا عايزين الاستقلال التام عن انجلترا وعن الدوله العثمانيه. السؤال الثاني برضو بيتكلم في المحاضره اللي فاتت، حقق تصريح 28 فبراير 1922 بعض اهداف ميلنر في مفاوضاته مع سعد زغلول 1920، وكان منها ايه؟ هل حق مصر في عقد معاهدات مستقله؟ الحفاظ على المصالح البريطانيه في مصر، تسهيل المواصلات البريطانيه في مصر، بقاء قوات بريطانيا في مناطق محدده. هنختار بيها يا شباب الحفاظ على المصالح البريطانيه في مصر. لان خد بالك هو ميلنر كان عايز كده وسعد زغلول رفض، كان في الدرس اللي فات مش درس النهارده.
وده اللي اكده تصريح 28 فبراير من خلال التحفظات الاربعه ان برضو انجلترا زي ما هي موجوده عندنا فين يا شباب؟ في مصر. ترتب على اصدار انجلترا تصريح 28 فبراير 1922 عقد التطورات في الحياه السياسيه بمصر. منها ايه؟ لما اتعمل تصريح 28 فبراير ايه اللي اتغير سياسيا عندنا في مصر يا شباب؟ تحول العلاقه بين مصر وبريطانيا من عداء لتحالف، لا ده حصل النهارده في معاهده 30. الحصول على اعتراف دولي، ده برضه حصل في معاهده 30 خدناها النهارده. تكوين اول صور الحياه النيابيه قائمه على الانتخابات. تمكين الشعب من مساءله الحكومه من خلال البرلمان. هنختار د. تمكين الشعب المصري من مساءله الحكومه من خلال البرلمان. سؤال شباب رقم 4. ارتبطت عودة الحياة النيابية في مصر بعد دستور 1923 بالنص الخاص بإيه؟ هنا بيتكلم عن الحياة النيابية اللي هو مجلس النواب، اللي هو تحديد اختصاصات السلطات. ده برضه في الحصة اللي فاتت قلنا الدستور من ضمن مميزاته إن هو حاول يعمل مبدأ الفصل بين السلطات، وقال اللي يمسك الحياة النيابية عندنا في مصر مجلس النواب. السؤال الخامس شباب. رغم تأكيد دستور 23 على مبدأ الفصل بين السلطات، إلا إنه ظهر عدم التطبيق الفعلي له. بدليل إيه يا شباب؟ قلنا برضو المرة اللي فاتت مش المرة دي إن من سلبيات دستور 23 إن هو إدى الملك المزيد من السلطات، زي حقه في حل البرلمان دون قيد أو شرط، أو عزل الوزارة حتى لو حصلت على ثقة الشعب. فبيقول لك بقى رغم إن الدستور بيؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، إن ده ما حصلش ليه؟ بسبب إيه؟ هل تدخل الملك في عمل لجنة وضع الدستور؟ ولا تولي الملك السلطة التنفيذية؟ ولا مسؤولية الوزراء أمام البرلمان؟ ولا حق الملك في حل البرلمان؟ لا دال. حتى أنت شفتها النهارده قلنا الملك فؤاد حل البرلمان في نفس يوم انعقاده، وده يعتبر تدخل منه في السلطة التشريعية والتنفيذية كمان. السؤال السادس شباب. أضر بعض المصريين بقضيتهم الوطنية أثناء المرحلة الليبرالية، وتمثلت في إيه؟ طبعا السؤال ده احنا بنتكلم عن النهارده، بيتكلم عن ايه السؤال؟ ايه الموقف اللي انت درسته النهارده؟ كان في اضرار من المصريين بقضيتهم، قصه اغتيال السيرلستاك. لما تم اغتيال السيرلستاك دي حاجه اضرت بمصر واضرت بالمرحله الليبراليه، فالصح هختار استخدام العنف كوسيله تحقيق المطالب، اللي هي مقصود بيها اغتيال السيرلستاك. سؤال 7. ترتب على اغتيال السيرلستاك اللي هو القائد العام للجيش المصري، ترتب عليه ايه؟ ترتب عليه يا جماعه اقاله اول وزاره دستوريه في مصر، اللي هي وزاره مين؟ سعد زغلول. دي قلناها النهارده. قلنا نتيجه اغتيال السيرلستاك انجلترا اصدرت قرار بيا شباب ساعتها بدفع غرامه نص مليون جنيه وسحب الجيش المصري من السودان. قلنا سعد زغلول رفض وقدم استقالته. سؤال رقم 8. طبقت سلطات الاحتلال البريطاني في مصر. هنا كان في مقولة بس مش موجودة فهنكنسل السؤال ده. نخش على سؤال رقم 9. ارتبط تشكيل وزارة القبضة الحديدية في مصر بإيه يا أساتذة؟ هي وزارة القبضة الحديدية ارتبط بإيه؟ مخالفة التشريعات المصرية. ليه يا مستر؟ هي مين وزارة القبضة الحديدية دي؟ اللي هي وزارة محمد محمود. دي اسمها وزارة القبضة الحديدية. طب وزارة القبضة الحديدية دي يا شباب كان ايه سبب او جت ازاي؟ اساسا دي وزارة من حكومات الاقليات، ودي حاجة مخالفة للدستور. المفروض اللي يمسك الوزارة حد من حكومات الاغلبية زي وزارة سعد زغلول، فكده حاجة اسمها مخالفة التشريعات المصرية. السؤال العاشر. توتر الموقف الدولي اثناء تولية نسيم باشا الوزارة في مصر بسبب ايه؟ قلنا في حاجة خارجية حصلت أثرت على مصر في 1935. إيه يا جماعة؟ احتلال إيطاليا للحبشة، اللي هو دي يا جماعة العبارة الألف، اتساع دائرة الصراع الاستعماري في شرق أفريقيا. لما إيطاليا احتلت الحبشة دي كانت في شرق أفريقيا، ده كان ترتب عليه تغيرات عندنا فين؟ في مصر. سؤال 11. جاء بخطاب لسعد زغلول تم رفعه للملك احمد فؤاد، بيقول له ايه؟ اتشرف بان ارفع لجلالتكم انني لم اقبل المسؤوليه الا لخدمه البلاد،
ولكن الظروف الحالية تجعلني غير قادر على هذه المهمة الخطيرة. هو سعد زغلول هنا بيقول ايه؟ ان هو يقدم استقالته. وقدم استقالته امتى انت عارف؟ بعد حادثة اغتيال السير ستيك. يبقى حضرتك سعد زغلول قال الكلمة دي امتى؟ بعد اغتيال الحاكم العام لمصر او الجيش المصري في السودان، وهو مين يا جماعة؟ السير ستيك. السؤال اللي بعده يا شباب: تأثرت حياة مصريين إيجابيا بنصوص معاهدة 30 من خلال إيه؟ عايزين حاجة إيجابية اترتبط على معاهدة 36 اتأثر بيها أو كانت مفيدة للشعب المصري، وهي إلغاء الامتيازات الأجنبية. دي كانت عاملة أزمة كبيرة جدا يا جماعة للمصريين، لكن المصريين استفادوا من إلغاء الامتيازات الأجنبية. سؤال 13: أي من هذه الوزارات جاءت دون رغبة الملك؟ دون رغبة الملك يبقى بيتكلم على طول عن حادثة 4 فبراير 1942 لما الدبابات البريطانية حصرت قصر عابدين وأجبروا الملك فاروق على تشكيل حكومة برئاسة مين يا جماعة؟ مصطفى النحاس. ده جه غصب عن مين؟ عن الملك. 14: تعتبر حادثة 4 فبراير عدوانا صارخا على استقلال مصر. ليه اللي حصل في 4 فبراير بنعتبره عدوان على السيادة المصرية؟ هل التمهيد الألماني وإيطالي لاستقلال مصر؟ ولا خضوع الملك فاروق لإرادة بريطانيا؟ ولا قبول مصطفى النحاس تشكيل الوزارة؟ ولا مخالفة نصوص معاهدة 30؟ هنختار ب إن الملك فاروق غصب عنه شكل حكومة برئاسة مصطفى النحاس. يبقى كده إنجلترا اتدخلت وغاظت الملك بتاعنا على تشكيل حكومة وعزل حكومة تانية. ده عدوان صارخ على استقلال مصر. 15: هدفت انجلترا من وراء مفاوضاتها مع سعد زغلول رئيس السلطة التنفيذية. يبقى هنا بيتكلم عن مفاوضات سعد ماكدونالد، لأن بيقول لك ساعتها كان سعد زغلول رئيس السلطة التنفيذية عن رئيس الوزراء. هدف انجلترا لإيه؟ الاعتراض على الحكم النيابي، ولا إصرار بريطانيا على الانفراد بشؤون السودان، ولا تأمين الممر المائي الدولي بمصر عسكريا، ولا رفض نتائج انتخابات أول حكومة دستورية؟ هنختار ج، لأن ساعتها ماكدونالد قال لسعد زغلول نمشي من كل مصر ما عدا بعض المناطق اللي هي منطقة القناة. سؤال 16 يا شباب: فشلت حكومة الوفد الأخيرة فيما فشل فيه حكومات الأقليات اللي هي بتاعت مصطفى النحاس الأخيرة. هي كمان فشلت في حاجة فشلت فيها حكومة الأقليات، وهي تعديل شروط معاهدة 30. دي حاجة فشل فيها حكومات الأقليات وفشل فيها مصطفى النحاس، وعشان كده ألغى معاهدة 36. سؤال 17: كان من المتوقع إذا التزمت إنجلترا بتنفيذ جميع بنود معاهدة 36 كان إيه اللي ممكن يحصل؟ كانت إنجلترا مشيت من مصر نهائيا لو التزمت بشروط معاهدة 36. سؤال 18: أدت ثورة الشعب المصري 1935 لإيه؟ هنختار الصح يا شباب: إقامة إصلاحات دستورية. قلناها النهارده. وزارة الشعب المصري خلت إنجلترا تجبر الملك فاروق أو الملك فؤاد ساعتها إن هو يعيد دستور 1923 ويعمل انتخابات جديدة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ. 19: ازداد نفوذ القصر وازدادت سيطرته على الحياة السياسية بعد وفاة الملك فؤاد بسبب ايه؟ قوة شخصية الملك فاروق. الملك فاروق أول ما جه قلنا كان ملك شاب وحاول إن هو يعيد سيطرته على الأمور في البلاد. سؤال 20: اتفقت خطط سعد زغلول بعد اعتراف مؤتمر الصلح. من الحصة اللي فاتت مش حصة النهارده. سعد زغلول الحصة اللي فاتت أنت عارف بعد ما راح مؤتمر الصلح في باريس ورفض استقلال مصر ما جاش، قعد شويه يخاطب البرلمانات الاوروبيه بحق مصر في الاستقلال. ده بيفكرنا بمين؟ بيفكرنا بمصطفى كامل. سؤال يا شباب رقم 21: تأثرت الحياه الليبراليه في مصر سلبيا، الليبراليه قلت لك عن الديمقراطيه، في اعقاب دستور 23 في ايه؟ ايه الحاجه السلبيه؟ هنختار ب منح الملك حل البرلمان.
دي قلناها كتير النهارده، حاجه سلبيه سواء حل البرلمان او حل الوزاره كمان. السؤال يا شباب 22، تشابهت احوال مصر في ظل وزاره محمد محمود. محمد محمود عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها مستر القبضه الحديديه. ده عارف بيفكرنا بايه؟ باحوال مصر اثناء الحرب العالميه الاولى، حاجه خدناها الحصه اللي فاتت. الحصه اللي فاتت قلنا انجلترا في مصر اثناء الحرب العالميه الاولى استبدت وعملت حاجه اسمها الاحكام العرفيه، وعملت حاجه اسمها تكميم الصحافه. نفس الكلام اللي عمله محمد محمود لما مسك الوزاره. سؤال يا شباب رقم 23، ايه الحاجه المشتركه يا مستر بين الخديوي توفيق وبين الملك فاروق؟ المشترك بينهم يا جماعه، هل التنكيل بالحركه الوطنيه؟ التنكيل يعني ايه؟ التعذيب والشده يعني. هل الاضرار بالمجال الحيوي جنوبا اللي هو السودان يعني؟ هل شق وحده الجيش المصري؟ توقيع معاهدات مع المحتل. حضرتك الصح التنكيل بالحركه الوطنيه. الخديوي توفيق كان بيعمل كده مع العرابيين، ونفس الكلام عمله الملك فاروق مع حزب الوفد. هما الاثنين كانوا ضد الحركه الايه يا شباب؟ ضد الحركه الوطنيه. السؤال رقم 24، موقف النقراشي باشا 1947 شبه موقف سعد زغلول في يا مستر تدويل القضيه المصريه، خلاها دوليه. النقراشي قلنا النهارده هو اللي عرض قضيه استقلال مصر على مجلس الايه يا شباب؟ مجلس الامن. وسعد زغلول هو اللي عرض قضيه مصر على البرلمانات الاوروبيه. فهم الاثنين عملوا تدويل يعني خلوها قضيه دوليه. سؤال يا شباب 25، تمت اقاله الحكومه الوفديه في نهايه الحرب العالميه الثانيه نتيجه لايه؟ اللي هي وزاره سعد زغلول وزاره مصطفى النحاس. بعد ما مصطفى النحاس ساعد انجلترا سابت الملك فاروق يعزله 1944. ده بسبب ايه؟ التنافس الحزبي على السلطه، ولا التوتر بين حكومه الوفد والانجليز، ولا ده بيدل او كان نتيجه لهيمنه انجلترا على الاحداث السياسيه، ولا توتر العلاقه بين الوفد واحزاب الاقليه؟ الصح يا جماعه هيمنه انجلترا على الاحداث السياسيه. انجلترا هي اللي اجبرت الملك فاروق يجيب مصطفى النحاس، وهي اللي سابت الملك فاروق يعزل مصطفى النحاس، هي اللي مسيطره على الاحداث شباب. 26، تجددت ثوره المصريين تجاه الاحتلال في نوفمبر 1935 نتيجه مباشره لايه؟ حضرتك المصريين عملوا ثوره 1935 ليه؟ هل رفض الشعب ووزاره توفيق نسيم، ولا فشل المفاوضات مع ماكدونالد، ولا استقاله وزاره الشعب المنتخبه، ولا مماطله بريطانيا تحقيق الاستقلال؟ هي دي يا شباب دال. لما حزب الوفد قال لانجلترا عايزين نقعد ونتفاوض عشان الاستقلال، صامويل هاور قلت لك وزير خارجيه انجلترا قال لا مش هنقعد ومش هنتكلم. سؤال يا جماعه 27، بتولي الملك فاروق ازداد نفوذ القصر الملكي. اي من الاحداث التاليه اثبتت عكس القول السابق؟ ايه من الاحداث اللي قدامك دي اثبتت الملك فاروق كان ضعيف؟ طبعا حادثه، ونصلح كده التاريخ، حادثه 4 فبراير 1902 وايه يا شباب؟ 42. الحادثه دي اثبت لنا الملك فاروق ضعيف، لان انجلترا اجبرته ساعتها على تشكيل حكومه برئاسه مصطفى النحاس. سؤال شباب رقم 28، من الاثار اللي ترتبط على قرار اكتوبر 51. هو يا مستر ايه اللي حصل في اكتوبر 51؟ الغاء معاهده 1930. اللي ترتب على ده هتختار ب انتهاء فتره الصداقه والتحالف مع الانجليز. كان في معاهده 30 اللي هي معاهده الصداقه والتحالف، لغيناها خلاص يا معلم. سؤال شباب رقم 29، اتفقت حكومه الاغلبيه اللي هي حكومه حزب الوفد مع حكومات الاقليات في ايه؟ هما الاثنين كانوا بيحاولوا يعدلوا معاهده 30 وفشلوا. سؤال 30، ألقت زيادة النفوذ الإيطالي في شرق أفريقيا بظلالها على الوضع السياسي في مصر لما إيطاليا
احتلت الحبشه. ايه نتيجه ده عندنا في مصر؟ ادى التغيير الذي طرأ على علاقه مصر بالاحتلال، ولا زياده صلاحيات الملك في دستور جديد، ولا اعاده النظر في نظام الحكم، ولا اعتراف بريطانيا باستقلال مصر؟ هو لما ايطاليا احتلت الحبشه ايه اللي حصل؟ اضطرت انجلترا تعمل مع المصريين معاهده 30. يبقى الصح التغير في علاقه مصر مع الاحتلال، لان معاهده 36 حولت العلاقه بين مصر وانجلترا من علاقه عداء او احتلال لعلاقه تحالف. سؤال شاب 31. يتمثل القاسم المشترك بين وزاره سعد زغلول ووزاره علي ماهر في ايه؟ الاثنين رفضوا الانصياع لاوامر بريطانيا. سعد زغلول رفض يدفع الغرامه النص مليون جنيه ورفض يسحب الجيش المصري من السودان. علي ماهر رفض يساعد انجلترا في الحرب العالميه الثانيه. فالاثنين رافضين الانصياع، يعني ما سمعوش كلام انجلترا. 32 يا شباب. تعتبر معاهده 36 امتداد لتصريح 28 فبراير 1922 من حيث ايه؟ بقاء الانجليز عندنا في مصر. الاثنين انجلترا قالت فيهم استمرار وجود القوات البريطانيه في بعض المناطق. 33 يا شباب. ساهمت حكومات الاقليه في دعم نفوذ القصر الملكي، لكن بعضها قام بمواقف وطنيه. حكومات الاقليه قلت لك كلها كان فاشله، الا في ناس محترمه فيهم عملوا بعض المواقف الوطنيه. زي مين كده يا مستر؟ علي ماهر والنقراشي. علي ماهر وقف في وش انجلترا وقال لهم مش هنساعدكم في الحرب العالميه الثانيه. النقراشي هو اللي عرض قضيه استقلال مصر على مجلس الامن. سؤال 34. اضطر مصطفى النحاس الى قبول تشكيل الوزاره في اعقاب حادثه 4 فبراير 1942 بسبب ايه؟ عدائه للفكر الفاشي والنازي، اللي هو عدائه لدول المحور. ده اللي خلاه يساعد انجلترا في الحرب العالميه الثانيه. 35. ايه القاسم المشترك بين وزاره سعد زغلول ووزاره علي ماهر؟ لسه قايلين الفكره دي. هل تأييد اعداء بريطانيا الخارجيين، ولا رفض الانصياع لاوامر بريطانيا، ولا التوافق مع الملك في السياسه الخارجيه، ولا تمثيل مصر في المحافل السياسيه؟ هما الاثنين لسه قايل لك حالا رفض الانصياع لاوامر بريطانيا. الاسئله المقاليه اللي عامله مشكله للناس. ما العلاقه بين معاهده 30 ووضع مصر السياسي؟ هتقول الحاجات السياسيه لمعاهده 30 ليه زي ايه؟ حصول مصر على الاستقلال ما عدا منطقه القناه، دخول مصر عصبه الامم، حق مصر في عقد المعاهدات السياسيه. دي كلها نتائج سياسيه لمعاهده 36. فسر اسباب تغيير وضع مصر السياسي في فبراير 22. ده من الحصه اللي فاتت بيتكلم عن تصريح 28. تصريح 28 فبراير ايه نتيجته السياسيه؟ اتحول لقب حاكم مصر الى ملك، واصبح من حقها نعمل دستور جديد للبلاد. دي النتائج السياسيه لمصر. السؤال الثالث. ايه التناقض بين دانلوب ووزاره الشعب، وزاره الشعب بتاعت سعد زغلول؟ ان دانلوب كان عمل علامات روح الابداع والابتكار وخلوا التعليم بمصروفات عاليه، فاقتصر التعليم على فئه قليله. اما سعد زغلول صرف على ايه؟ على وزاره المعارف، وعمل قانون التعليم الاجباري للبنين والبنات. كده يا شباب شرحنا وحلينا وشفنا نواتج التعلم. كده انت 100 100 في الدرس ده. ذاكر واجتهد وانتظر ان شاء الله المحاضره الجايه. هكلمك عن معاهده او عن ثوره 23 يوليو 1952 بالتفصيل ان شاء الله. قريب جدا هنزل لك الحلقه دي. تابعني دايما ان شاء الله هتستفيد كتير جدا، واتمنى تكون استفدت النهارده. واشوفكم على خير يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.